ولان اصعب حاجه في الدنيا ان احنا ندخل جوه عقل اولادنا ونسمع ايه هي افكارهم عننا كاهل، ونسمع ايه هي رؤيتهم عن المدرسين بتوعهم او عن اي شخص كبير وناضج واعي بيتعاملوا معاه، ولاننا صعب قوي ان احنا ندخل جوه اصواتهم ونسمع هم ايه اللي هم عايزينه، ايه اللي هم بيحتاجوه وما بيعرفوش يعبروا عنه. واللي غالبا يعني في حاجات كتيره قوي بتمر باولادنا هم ما بيعرفوش يقولوا عنها او ما بيعرفوش يتكلموا عنها، ما بيعرفوش يوصفوا ايه المشاعر اللي بيمروا بيها. فاحنا عملنا ورشه بتتكلم عن 10 احتياجات نفسيه للاطفال من عمر 5 ل 11 سنه. في الورشه دي هنعرف ايه هي سمات الاطفال، هنعرف ايه هي الاحتياجات اللي بيحتاجوها، وازاي نطبق استراتيجيات نشبع بيها الاحتياجات دي، واللي طبعا هتكون بتؤثر على ارض الواقع ازاي ان سلوكهم بيتغير للاحسن. عدم الاشباع عن الاحتياجات دي ولادنا ما بيعرفوش يتكلموا بس ده بيأثر عليهم في سلوكياتهم على ارض الواقع. بنلاقيهم بيتعاملوا بطريقه مختلفه، بنلاقيهم بيتعاملوا بطريقه ممكن تكون مش صح او بيكرروا نمط مشاكل معينه. في الورشه دي بقى هنعرف ايه كل الاحتياجات اللي هم بيحتاجوها، ولما نشبعها عندهم هم هيتعاملوا تلقائي بشكل صح او السلوك بتاعهم هيتغير اوتوماتيكلي بشكل صح. في ورشتنا دي هنعرف معلومات قيمه جدا ومهمه جدا. انا غدير الفقي، اخصائي نفسي، اتعاملت مع الاطفال اكتر من 12 سنه ودخلت جواهم رحله طويله قوي وخرجت بيها بحاجات مهمه قوي. لو كل اهل عرفوها، لو كل حد تربوي بيشتغل مع ولادنا عرفوها، هتبقى العلاقه ما بينهم وما بين بعض اسهل بكتير. اسالوا دلوقتي عن التفاصيل وعن الخصم اللي معمول في ورشتنا، واشوفكم فيها على كل خير.